عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا في احسن صحه وسلامه. النهارده انا كنت معدي في اكتوبر جنب جامعه 6 اكتوبر، لقيت مطعم جديد لسه فاتح اسمه سماتش. المطعم الجديد ده يعني طلع فيه برجر جديد اول مره اسمع عنه، اللي هو برجر ريد بول. ده اللي احنا هنيجي نجربه النهارده ان شاء الله، وطبعا مع حاجتين تانيين هنيجي نخليها لكم مفاجاه لحد ما احنا هنيجي نخلص البرجر الاساسي بتاعنا. تابعوا معايا وان شاء الله يكون الاكل يعجبني، وفي نفس الوقت لو عجبكم تيجوا تشتروه من عنده. اول واحد وهو برجر ريد بول من سماتش. هنيجي نفتحه مع بعض كده. الباكجينج حلو، دي الفرايز بتاعتها، حاجه حلوه برضو، حلوه الكميه. وبرضو هي مش الفرايز العاديه بتاعتك، هي الفرايز اللي هي الكيرلي. نسيبها هنا كده على جنب، ويجي بقى الاستاذ الكبير بقى بتاعنا واللي هو الريد بول برجر. دلوقتي وطبعا معاه التشيز بتاعه. هنيجي نفتح مع بعض الساندوتش دلوقتي. عليه اللون الازرق بتاع الريد بول. انا حرفيا انا متحمس ان انا اشوف هو يعني ايه صوص ريد بول، ومن المحل الجديد اللي هو لسه فاتح ده دلوقتي. تمام، فيا رب يعني الطعم يطلع كويس ويطلع برضو حاجه جديده. جميل، لون ازرق. هاخد القطمه من الحته الزرقاء دي. تمام، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. واو، طلع كويس. لا بجد الصوص طلع كويس قوي، تصدق؟ تعالى نيجي نجرب. بسم الله. الصوص طلع حلو قوي. انا كنت فاكر ان هو هيبقى طعمه زي الريد بول العادي اللي احنا بنيجي نشربه، بس انا طعمه كويس. يعني اللي هو ملح قوي، بس مدي يعني طعم اللي هو يعني سكري شويه. تمام، بس في نفس الوقت اللي هو مش السكر قوي. تمام، لا اللي هو السكر اللي هو بيدي يعني لذة للطعم اللي هو انك تيجي تاكله. تمام، حاجه اكمله كده. الستيك حلو برضو اللي هو موجود، اللي هو الستيك ده كويس، طعمه حلو. لا كويس، هو الاوفرول الطعم بتاعه جميل جميل فعلا، مش بطال. الصوص الحمد لله محطوطه بطريقه كويسه، مش اللي هو بيجي يغلق لك الصوص كله على طول على البرجر. لا بل بالعكس، مدي لك نكهه كويسه، وفي نفس الوقت يعني مغطيه البرجر بالانحاء، جميع الانحاء اللي فيها. حلو. نجرب بقى بالمره الفرايز بتاعتهم. حلوه، مش مملحه قوي زي الباقيين، هي يعني محتاجه بس ملح زياده، بس يعني عموما هي طعمها حلو. التوابل اللي فيها كويسه. نجرب بقى بالمره اللي هو التشيز. نحط حبه كده على الواجهه. حلوه. او بالمره نيجي نحط البرجر، نحط الفرايز عليها. لا دي كويسه دي. استنى كده. الجبنه دي مش زي الجبن التانية اللي انت بتيجي تدوقها، اللي هي تحسها انها جايه صناعيه. تمام، او اللي هو مثلا جايب لك الجبنه من بره حطيت لك بس فيها شويه توابل وكده. لا هي صناعه بيتي، صناعه ايدي. يعني انا مش شايف انها بتاعت محل، لا انا شايف انهم حرفيا عملوها بايديهم عادي. تمام، مش اللي هو الطعم اللي انت تيجي تحس ان هو صناعي. لا هو طبيعي جدا، طبيعي وحلو يعني. مع استنى نيجي نحط بقى فرايز زياده كده. والله حلو. نشوف بقى باقي الحاجات اللي موجوده تبعها. نيجي عند الصندوق التاني، وهي دي بقى المفاجاه. جميل. المفروض ان انا ابص عليه من الاول قبل ما اكل برجر. ريد بول جايين معاهم بريد بول. لا بجد الصراحه حركه حلوه قوي. مع يعني تاكل ريد بول مع الوجبه بتاعت ريد بول، الاتنين مع بعض يعملوا شغل. نيجي بقى عند اخر صندوق واللي هو الديزرت بقى بتاعهم.
يا ريتني كنت فتحتك من الاول انت كمان يا شيخ. صباع كرواسون. والله ما فاكر اسمه، بس من الشكل بتاعه شكله صباع كرواسون. هنيجي نجربه كده مع بعض. ده يعني لو انتم ملاحظين شكله هنا كده، هو شكله جميل. الكريمة اللي فيها مغرقة كويسة جدا. هنيجي ناخد لقمة منها كده، استنى. جميل. العجينة اللي فيها طعم جميل جدا بالكراميل اللي موجود حواليه. الكراميل مديله طعم جميل، والعجينة بتاعتها خفيفة ورقيقة ليها طعم، يعني مش اللي هي اللي هو العجينة العادية، لا، عجينة ليها طعم جميل جدا وتحفة. لا بجد عايش. استنى كده اخد منها بق تاني كده. لا فعلا يستاهل بجد انكم تيجي تجربوه. انا لحد دلوقتي لسه مش فاكر اسمه، بس هو طعمه كويس جدا. اكيد لو انت شفت شكله تمام انت هتعرفه من الميديو، تمام. بس اوفرول هنيجي نعمل بقى ريفيو كده سريع. البرجر المحتويات بتاعتها كويسه جدا، الصوصز بتاعتها الحمد لله مش مغرقه. الريد بول صوص الاختراع اللي هم عملوه طعمه تحفه تحفه جدا. انا اديله ريتنج 9 من 10. الفرايز بتاعتها مش اللي هي الفرايز العاديه اللي هي الستيكس اللي بتتباع عند المطاعم التانية، بل بالعكس هي اللي بتبقى الكيرل دي، تمام. وهي بتيجي كومبو بالمناسبه، يعني هي بتيجي كومبو مع البرجر، تمام. فالاثنين جايين مع بعض، تمام. والتكلفه بتاعتها كويسه جدا. يعني بص على المنيو، حرفيا البرايس مع الكوانتيتي مع الكواليتي الثلاثه مظبوطين قوي مع بعض. فانا بحييهم قوي انهم قدروا انهم يعملوا التوازن ده. في نفس الوقت الفرايز جميله. الفكره بس بتاعتها محتاجه بس ملح سنه. التوابل بتاعتها حلوه، والصوص الجبنه ده هو اللي مدي طعم جامد لمعظم النكهه اللي موجوده في البطاطس او البرجر. لذيذ. واخر حاجه اللي هي التحليه بتاعتهم. التحليه بجد عالم تاني خالص. طعمها حلو، طعمها تحفه، ولو اكلت منها مره هتاكل منها تاني وتالت ورابع، واسال مجرب. ف اتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تسيبوا لي لايك وشير، وتقولوا لي رايكم في التعليقات على اول ريفيو ليا اجي اعمله للاكل. وشكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.